بكل بيت كان في سر صغير يمكن ما كنا نشوفه، بس هو اللي كان يصنع الفرق بين خبز عادي وبين ريحة خبز بتعبي البيت وبترجع الذكريات. وهالسر اسمه الخميرة. بس قبل ما تصير الخميرة موجودة بأكياس صغيرة ونشتريها من الدكان، كان لها حكاية أقدم بكتير. حكاية بلشت من البيوت ومن الطحين والمي ومن إيدين النسوان والخبازين اللي كانوا يحفظوا الحياة بعجينة صغيرة تنتقل من جيل لجيل. الخميرة وقتها ما كانت مجرد مادة تنحط بالعجين، كانت شي عايش بالبيت، كانوا يهتموا فيها ويطعموها ويحافظوا عليها ويستنوا حتى تعطي للعجين روحه وتخليه يختمر. بهالحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة رح نفتح صندوق الذكريات ونرجع لزمن الخميرة القديمة، قبل المصانع وقبل ما يصير كل شي سريع وجاهز. رح نحاول نفهم شلون كانوا يسووها، شلون كانوا يحافظوا عليها، وليش كانت تعتبر جزء من هوية البيت مو مجرد مكون من مكونات الخبز. ومعنا اليوم ضيفة تحمل بذاكرتها قصص وحكايات من زمن كانت فيه الريحة أهم من السرعة، وكانت البركة أهم من كثرة الإنتاج. أهلا وسهلا فيكي معنا السيدة حمصية الحمد من مدينة عمودة. بداية ست حمصية، كم مرة بالأسبوع كان يخبز الخبز بالبيوت؟ أنا كنت صغيرة أمي كانت تعجن وتخبز باليوم 3 مرات، تخبز الصبح، تخبز الظهر، تخبز المساء. كنا صغار أيوة يخبز. تعرفين أنت عدها صغار وعدها شيء، تدبر حالة، تحطب، تعجن، تخبز، ومدبرين حالهم من أحسن ما يكون. صرنا نحن زادين ومثلهم، صاروا الجيال هاي كليتها كذانا. والله وكنا الحمد لله بخير وبركة. هالساعتين صارت اللهم صلي على النبي التكنولوجيا، ما ادري شو تقولوا لها، يعني فعلا الناس تحدثت وفرانا، وكنا على الرحى، كنا على الرحى ندير الملح على الرحى، الكشك على الرحى، الخبز على الرحى، كله على الرحى والله. والحمد لله وعايشة هالناس عايشة. وحتى مرض مثل هالمرض هاي والله ما بي دكاترة، ما فيه والله، ما بي فرن آلي ولا حد يعرف الفرن. من يعني أني يمكن صرت عمري 25 سنة يقول أريد خبز البلد، صار الفرن بالبلد. يا أريد خبز البلد، يوم يجينا خبز البلد كأنه جاينا بسكوت، يعني نكيف عليه نعيف الخبز من زود ما مليانة من الخبز. شاهدت من الحلال نخبز على التنور، نخبز على الصاج، نخبز يعني نخبز، والحمد لله رب العالمين. شلون كانت البداية مع الخميرة بالبيوت القديمة، وشلون كانوا يعملوها قبل ما تطلع الخميرة الصناعية؟ أول ما دارت الخميرة عندنا كشك، ضرس كشك. أمي تقول مرحوم العمر ليش هذا غدو نجيبه والمي ونمرسه والمي. يوم ما يطلع شلون، لأن نسويه بلبن، اللبن يحمض ويسوونه. جابوا هالضرس الكشك، حطوه مرسوه، ردوه على الطحين، قاموا يعجنوا، تأسست الخميرة. قمنا عاد نقطع ونخلي شوية، نقطع اليوم نخلي البكرة، نقطع اليوم نخلي البكرة. ما راحت سنين وجت سنين طلعت الخميرة هاي الظروف. يخبزوا عين الله يزينها طعمه، ونخبز على يدنا هيك نخبز، نحط طاسة هالمي على التنور. يوم اللوف نقول بدينا هيك ذان بالمي، ونحط الرغيف على دينا ونحطه على التنور، يطلع أشقر. عرفتي علي؟ المسا نعجن، الصبح نلقاه هيك، الصبح تنتفخ، تلقينا منتفخة هيك، ونقطع ونخبز. صحيح. وأنا اللي بعرفه إنه كتير ناس كانوا يسمونا أم الخميرة، فشو كانت تعني هالتسمية، وشلون كانت تنتقل من الأمهات للبنات؟ الكشك يوم مو نطحنه على الرحى، يصير حب، نجيب لبن حامض، قدي حامض نحط بيه الحب، ورد اللوخ الحب بالهذا، ونقطع الحب، نقطع الكشك ونحطه ماعون لما ما نطلعوا بالشمس يفشفش قليل يبس. يوم عاد نجي ناخذ ضرس، هاي أول ما تأسست الخميرة نمرس مي ونعجن. جيت الجارة جت هاي باكر خذت، بعد باكر خذت، تأسست الخميرة مع الناس تأخذ من الناس. هاي الخميرة تأسست من الكشك. طيب صحيح أنه هالخميرة كانت بتحتاج عناية يومية، وشلون كانت الناس تتعامل معها؟
نعجن يعجنون ويخمرون ويصبح يعني مال المخمر ملي. هاي تأسس. والشي نخلي منها نخلي بعلبة خشب، نحطها على الطارف، نحط عليها مياه شوي شتانتها، وسكرنا العلبة وخليناها للمساء. نعجن ونحطها عليه، نقطع منها قطعة زاد ونخليها هكذا نظل بالمخمر، يعني قطعة صغيرة بالعلبة، وناخذ منها كذا ونعجن. طيب إذا فسدت الخميرة أو خربت كيف كان أهل البيت يتصرفوا؟ ما تخرب خالص، تظل هي بس إنها حامضة. يعني تخيل الخبز حامض، يوم تشوفين بالتنور تكرفين يوجع الراس من حمضه وياكلوه. مثل بعض صيف الشتاء ما كان براد ولا كان شيء، ولا حد يعرف البرادات أصلا. هنا البرادات صارت ولا كهرباء ولا مراوح ولا حدا يعرف، كل شيء ببيوت شعر. كنا ببيوت شعر ببيوت شعر. اي والله خيال هيك ذا نستعملها ما تخرب. اليوم عجنا باكر عجنا ظل كذا دايره، يعني ما تخرب، ما نخليها يومين 3 4. منين ناكل؟ نعجن يومي نعجن الصبح نخبز المسا، نعجن الصبح نخبز المسا، نعجن المسا نخبز الصبح، يعني كذا انا حاسب الخبز. لا ما تخرب. اذا خربت ويعني صار على هالبيا الشيء يعني يومين 3، يعني نرد نقول لك احط عليها الطحين ونرد نخبزها، نعجنها تروح الريحه منها، تروح يعني تصير خميره طبيعيه، ورد نحطها على شو اسمه. نفس الخميرة اللي عم تحكي عنها كانت عم تستخدم لخبز الصاج والتنور والكليتشة كمان؟ ولا كان لكل نوع خبز طريقته الخاصة بالتخمير؟ الصاجة بنت أختي ما نخمر، عرفتي علي؟ ما نخمر. وكليتشة ما نحط عليها خمرة. هالكليتشة نعجنها ونحط حوايجها ونحط عليها حليب غنم، ما كان بقر، نحط عليها حليب ونسويها نزبطها ونخبزها على التنور. نحمي التنور نحميه ونفهيه ونخبزها ونقطيه. تعال شوفوا شنو ريحتها تطلع. هالكليتشة تطلع يعني منعنع. ايوه هذا هو. ولا الصاج ما نخمره. الصاج نخبز فطير، يعني نعجن ونخبز على الصاج فورا هيك الرغيف. اما نخمر الا التنور بس. حلو كتير. طيب مين كان المسؤول عن الخميرة بالبيت؟ وهل كانت مهمة مرتبطة بالنساء فقط؟ الأم هي المسؤولة على البيت كله، وهي مسؤولة على العيلة، مسؤولة على البيت، مسؤولة. الزلمة ماله شغل، راعي البيت بس يجيب أغراض وهاي هي. طيب شو مشان الجارات وجيران البيت كانوا عم يتبادلوا الخميرة بين بعضهم البعض؟ وكيف كان بيصير هالشي؟ أعرف ننطيها لبعض. اليوم إحنا خمرنا عجيننا، بكرة جت تجارة وخذت منها، جت تجارة الأخرى خذت منها، الأخرى خذت منها ذاك. عرفتي علي شلون؟ طيب بعيد عن كل هالأمور، اليوم صارت الخميرة الصناعية موجودة بكل مكان، فبرأيك هل هي غيرت بس طريقة الخبز ولا غيرت كمان علاقة الناس بالخبز وبالبيت نفسه؟ هسه جت الخمرة الصناعية، يا اللهم صلي على النبي، طعمتها شلون، ريحتها بالتنور شلون، كلها قامت تخبز. بس وين نكهتها، وين طعمتها؟ وين أولي قليلة، الناس قليلة يا أخي ما عندها شيء. يستعتين اللهم صلي على النبي هالفرانة شنو، وهالخبز السميك شلون، ويعني هالخبز يعني كله مدعم، كله حلو. هي على كبرتنا ذقنا طعمة الحياة. الطعم أحسن والريحة كمان؟ إيه أحسن بكثير والله أحسن بكثير يا بنتي. واللي على الراحة يطحنون والله كله جواش. كيف كانت الريحة قبل؟ لا على الطعم الريحة الاصطناعية أحسن. جد؟ إيه والله جد، والله بعيوني الجد، والله قاعد حاكي جد. يعني وين طعمتها؟ نعجن شوي بنتي تغربل هذا الطحين، غربل بتعجنه وتحط الخمرة الصناعية الصبح يصبح هيك تقطعوا وتخبزوا، ريحته بالتنور الشهيك ومدش تاكلون كل الخبز. لا هسه طعم أحسن والله. هذاك حامض، يوم حامض حيل حامض، بس تاكلوا الناس من ما بشي بدأت تاكله. في عندك أي موقف أو ذكرى مرتبطة بالخبز القديم والخميرة القديمة ولسه هيك عالق ببالك لليوم؟ كانت الغنم نحلبها والفرازة عندنا نفرزها وتطلع الزبدة هيك ونموعها ونسوي سمنة ونسوي جبنة ونسوي شنكليش ونسوي قريشة. وين أولي؟ لا والله نحطها كلها، يعني نحط مثل ما تقولين نجي نحطها الفطور هالفرشة الصينية وناكل يعني من كلش تاكلين. ثمن بيض عرب بلدي، جبن، شنكليش عليه شو اسمه بسد وسمنه. والله يا بنت اختي ذكرتيني بيها، تجيب هالخبز شلون مقمر جخ وناكل. وعيله بلمتها الحزل بيض صار 20 بيت وما حد يعرف عن حدا شيء. والله العظيم. يعطيك العافيه. شكرا كتير السيده حمصيه الحمد، كنت ضيفتي لليوم. وبالنهاية يمكن الخميرة بتبين تفصيل صغير بحياتنا اليومية، لكنها بالحقيقة كانت تحمل معاني أكبر بكتير. كانت تحمل الصبر،
الانتظار، وأكيد دفء البيوت، وذاكرة الإيدين اللي كانت تصنع الخبز مو كمنتج وإنما كطقس يومي مليان محبة. اليوم منشتري الخبز جاهز، بس يمكن خسرنا شيء ما بينشرى، خسرنا هالرابط الهادئ بين الإنسان وأكله وبين الزمن. ورغم هيك بتضل الذاكرة عايشة بريحة خبز قديم طالع من التنور، أو حتى بحكاية ترويها الجدة، أو بضحكة صغيرة وهي بتتذكر كيف كانت الخميرة بتحافظ على حياة بيت كامل. لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بس مثل العادة نهاية الحلقة مو نهاية الحكاية، وإنما بداية سؤال جديد. كم شغلة بسيطة بحياتنا كانت بالحقيقة عالم كامل من المعاني وما انتبهنا لها. أنا دورين علي، وكنت معكم بهالحلقة من بودكاست ذاكرة الجزيرة.